تعمل ايه عشان تنقذ نفسك من حوادث السيارات؟ عربيتك ما ينفعش يكون المكان اللي بتسيب فيه كل حاجه. وقت ما انت بتكون ماشي بسرعه كبيره جدا وتخبط مره واحده في جسم صلب او حتى جسم متحرك، اي حاجه موجوده في العربيه هتكون عباره عن قنابل بالنسبه لك. يعني لو حابب انك تسيب اي حاجه في العربيه، حاول انك تسيبها في شنطه العربيه مش جوه العربيه نفسها، لان الفوضى في العربيه ممكن يكون خطير جدا وقت وقوع الحادث. الحاجات الصغيره اللي ممكن تستهون بيها هتكون عامله زي القنابل اتجاهك، ومن الممكن انها تسبب الوفاه بعد الشر عليكم لو جت في دماغك مثلا. يعني ممكن تسبب ضرر اكبر من الحادثه نفسها. تاني حاجه، الناس اللي عملوا حزام الامان عملوه لسبب مقنع صدقوني، وده عشان يحميك من انك تتخبط في الازاز مثلا من شده خبطه العربيه، او ان جسمك يتخبط في الدركسيون فيسبب كسور واضرار كبيره جدا. وكمان لازم تتاكد انك مركبه صح ويكون مشدود قدر الامكان، لانه اثناء الاصطدام على السرعه العاليه حتى اقل حركه ممكن انها تكون سبب في كسر العظام في الجزء العلوي من جسمك. ولو معاك اطفال فمن فضلك يلبسوا حزام الامان ويقعدوا في الكراسي بتاعتهم. لو بتحب اطفالك فعلا اكرمهم بانك تحميهم. بعد كده من الافضل انك تكون مرجع الكرسي بتاع القياده لمسافه بعيده نوعا ما عن الدركسيون، مسافه ما تقلش عن 25 سنتيمتر، ومن الافضل انها تبقى اكتر. ما تحطش اي حاجه بينك وبين حزام الامان. يعني ابنك ما ينفعش يقعد مهما حصل على رجلك قدام، لان حرفيا لو حصل حادثه لا قدر الله اول حد هيتاذي هو هيكون ابنك، واذى مش هيكون سهل ابدا. طبعا اول حاجه بتيجي في دماغنا اول ما بيحصل حادثه او اي حاجه بتحصل قدامنا اننا ندوس على الفرامل، لكن للاسف ده هيخليك تفقد السيطره اكتر على العربيه، ومن الممكن انها تتقلب وتسبب الاسوأ. فلازم ما تدوسش على الفرامل وحاول انك تسيطر على دركسيون العربيه. طب خلاص، بالفعل في عربيه داخله دلوقتي وفي حادثه هتحصل، فالمفروض انك تعمله دلوقتي انك ترجع بجسمك لورا وتمسك في الكرسي كويس جدا، وما تنحنيش لقدام ابدا، وحافظ على راسك بشكل مستقيم، وحاول انك تسيطر على الدركسيون بحيث ان العربيه ما تجيش يمين او شمال. خلاص حصلت الحادثه وانت الحمد لله بخير، لقيت نفسك متعلق والعربيه مقلوبه والباب مش راضي يفتح والحزام مش راضي يتفك. هرجع بقى دلوقتي واقول لكم دوروا على الاداه اللي قلنا عليها قبل كده في حلقه غرق العربيه، واللي هي دي، لان في حاله زي دي هنحتاجها في ان لو لا قدر الله حزام الامان علق نقدر نقطعه قبل ما يحصل اي تطورات تانية، وتقدر كمان تكسر بيها الازاز وتخرج منه. طب خلاص الحمد لله دلوقتي فكيت نفسك وعرفت تخرج. دلوقتي بقى لازم تبعد عن العربيه بالقدر الكافي، خصوصا لو كانت مقلوبه، وتتصل فورا بالاسعاف والشرطه، ده لو ما كانش في حد جنبك وعمل كده فعلا. وخلي بالك ما تستهونش ابدا بالحادثه وتقول انا كويس وترجع عادي على بيتك. لازم تروح المستشفى وتطمن، لان في اوقات كتير جدا بيكون في نزيف داخلي والمريض مش حاسس، وده ممكن يسبب الاسوأ كل ما بيتاخر علاجه. فلازم فورا تروح المستشفى وتطمن على نفسك وعلى اللي معاك. وفي الاخر في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.